الليمبي شخصية معروفة وكاركتر مميز لمحمد سعد وكلنا عارفينه. أول فيلم اتعمل لشخصية الليمبي أو أول ظهور لشخصية الليمبي كانت سنة 2002 في فيلم الليمبي العادي، وحقق إيرادات عالية جدا، ففكروا إن هو يعملوا منه جزء تاني. بعديه على طول فيلم اللي بالي بالك، وكان فيه برضه شخصية الليمبي، بس اسم الفيلم غريب شوية. ليه اسمه كده مع ان الفيلم فيه شخصية الليمبي وكان ممكن يتسمى الليمبي الجزء التاني عادي جدا؟ فده اللي احنا هنعرفه في الحلقة النهاردة. فلو انت اول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ القصة وما فيها. ان فيلم الليمبي اللي هو الاولاني خالص، اول ظهور لشخصية الليمبي اصلا، كان من انتاج السبكي وحقق ايرادات عالية جدا، فهم قالوا خلاص هو نجح فنعمل منه جزء تاني، فتعمل منه جزء تاني فعلا، واللي هو اللي بالي بالك. بس ليه اسمه كده مع ان اصلا في كاركتر، يعني كاركتر الليمبي اتكرر في كذا فيلم منهم الليمبي 8 جيجا، واسم الليمبي موجود في الفيلم؟ اشمعنى ده اللي بالي بالك واشمعنى الاسم ده بالذات؟ والسبب ان شركة الانتاج اتغيرت، ان هو السبكي اتغير وحصل مشاكل ما بينه وما بين محمد سعد. وطبيعي اي شركة انتاج بتكون ليها حقوق محفوظة، اللي هو اسم البرنامج او اسم الفيلم، وهكذا. قعدوا يدوروا على شركات انتاج كتير لحد ما استقروا على عدل جروب، وقالوا خلاص هنبدأ تصوير. الورق اتحضر والتصوير بدأ، وبعد ما خلصوا سموه اللي بالي بالك، تجنبا ان يحصل مشاكل مع شركة السبكي وترفع عليهم قضية ولا حاجة، عشان الاسم محفوظ ليهم، الكاركتر محفوظ ليهم، لا الاسم محفوظ ليهم بس مش اكتر. دي كانت حكاية اسم اللي بالي بالك، وكان الاسم غريب شويتين، فانا طلعت اوضح لكم وبس. ده كان فيديو صغير، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله وبس. سلام.